قبل بداية نسخة كأس العالم دي كنا خايفين بصراحة إن هي تكون أسوأ نسخة في التاريخ بسبب اللي حصل. منتخبات حاجات بتتسرق وناس بتحقق معاها كتير في المطارات وناس بترجع بلدها تاني ومش عارفة تخش الدول المنظمة لكأس العالم. وكمان كان حفلات الافتتاح ما كانتش قد اللي احنا متوقعينه. بس على مستوى الأداء وعلى مستوى الفرق في كأس العالم ككورة يعني، فكأس العالم ده أوفى بكل الوعود اللي احنا كنا مستنيينها فيه. وهنسأل السؤال اللي هو بتاع الحلقة: هو فعلا دي أسوأ نسخة من كأس العالم، ولا دي نسخة فعلا حلوة وكويسة قدمت لنا كأس العالم بالطريقة اللي احنا بنستناها بيها كل 4 سنين؟ بس قبل ما نبدأ ما ننساش تعمل لايك واشتراك. كلمة اشتراك دي مش معناها تدفع لي فلوس، زرار احمر كده اسمه اشتراك دوس عليه، او سبسكرايب دوس عليه. عايزين نكبر القناه بسرعه، مش هتفرق معاك انت بس تفرق معايا انا. قبل بدايه كاس العالم شفنا اللي حصل مع منتخب انجلترا لما المعدات بتاعتهم اتسرقت وكابتن هاري كين كان افضل بوكسر. وكمان شفنا لاعب العراق لاعب كابتن ايمن حسين اللي فضل يتحقق معاه 7 ساعات في المطار. وكمان الحكم الصومالي اللي كان اسمه عمر حاجه مش فاكر تقريبا، اللي برضه رجع بلده بسبب ان مرضيوش يدخلوه الاراضي الامريكيه. والحكم ده كان احسن حكم في افريقيا. وكان في برضه حاجات كتير حصلت زي كده، اللي هو حاجات بتدل ان في سوء كبير قوي في التنظيم من دوله امريكا وكندا والمكسيك. وكمان حفلات الافتتاح ما كانتش قد التوقعات. قطر بصراحه كانت عامله حفلات افتتاح استثنائيه ومش هتتكرر تاني، فاحنا كنا مستنيين حاجه زيها او حاجه قريبه منها. انما اللي حصل زي اي نسخه كاس العالم قبل كده، اللي هو نجيب مغني مشهور والمغني ده يطلع يعمل نمره وغرلتين يطلعوا ويرقصوا حواليه اكنه افتتاح محل عصير، مش افتتاح كاس عالم خالص. شفنا 3 افتتاحات في كاس العالم ده، مره في المكسيك ومره في امريكا ومره في كندا، ولا واحد فيهم كان عادل بصراحه. هو زي ما قلنا جايبين مغني مشهور وعاملين اغنيه لكاس العالم وبتاع. غالبا اصلا الموضوع ده اتنسى، انا مش فاكر اصلا الاغاني اللي اتذاعت في الافتتاح ولا مين المغنيين اصلا اللي غنوا الحاجات دي كلها. فكاس العالم في التنظيم وفي الحاجات دي فعلا كانت حاجه سيئه جدا. بس على عكس بقى كل الحاجات دي، الحاجه اللي احنا بنستنى كاس العالم عشانها الكوره في كاس العالم ده كانت حلوه وممتعه بشكل كبير. بدايه كاس العالم الحقيقيه من ماتش البرازيل والمغرب، هو ده انا بعتبره ده ماتش افتتاح كاس العالم بجد. لان الماتش ده فرقتين كبار بيلعبوا، وفرقه زي المغرب وفرقه زي البرازيل قدموا لنا ماتش كويس. ومن بعدها قرينا بقى كل الماتشات الكويسه. كان في مفاجآت فرق افريقيا زي مثلا منتخب كوت ديفوار اللي عمل ماتش عالمي قدام منتخب المانيا، وكمان منتخب الكونغو الديمقراطيه اللي قدر يتعادل مع البرتغال، وكاب فيردي اللي قدر يتعادل مع اسبانيا وكان ممكن يغرق الارجنتين الفرقه النكسه دي. شفنا في النسخه دي من كاس العالم منتخبات كبيره بتودع البطوله من بدري، زي منتخب المانيا لما ودع البطوله من دور ال 32 على ايد منتخب باراجواي، وكمان منتخب البرازيل اللي ودع البطوله من دور ال 16 على ايد منتخب النرويج. منتخب النرويج بصراحه ما كانش حد متوقع ان هو يعمل الاداء ده، وده من يعتبر الحصان الاسود للبطوله. وكمان منتخب هولندا اللي ودع برضه من دور ال 32 على ايد منتخب المغرب. منتخب هولندا مش منتخب كبير قوي يعني، الناس بتعتبروش منتخب كبير، بس هو منتخب كبير ووصل قبل كده لنهائيات كاس العالم. وكمان شفنا منتخبات ضعيفه جدا بتعمل ماتشات قويه. كانت بصراحه كل الماتشات بتاع كاس العالم ده كان كلها ماتشات كويسه وكلها ماتشات حلوه، زي مثلا ماتش هولندا واليابان ده كان ماتش فاجر بصراحة. واللي زاد كأس العالم ده متعة بصراحة بالنسبة لي يعني، وبالنسبة لكل المصريين، إن إحنا شفنا منتخبنا قدر يعدي من دور المجموعات كتاني المجموعة وصعد لدور 32 عشان يقابل منتخب استراليا، وكمان قدر يكسب منتخب استراليا ويصعد لدور ال 16 لأول مرة في التاريخ. إحنا عملنا حاجات كتير قوي في كأس العالم ده كويسة، وإن شاء الله نقدر نبني عليها. بس لولا المنتخب الفاجر ابن الفجرة اللي اسمه منتخب الأرجنتين وميسي كنا زماننا وصلنا ربع النهائي. كنا نلعب سويسرا هي كمان، كنا ممكن نكسب سويسرا ونوصل نص نهائي لأول مرة في تاريخنا، وتاني منتخب أفريقي في التاريخ يوصل لنص نهائي كأس العالم بعد المغرب في 2022. بس الحمد لله كان كل دور بعد التاني بنشوف ماتشات أقوى، لأن الفرق الضعيفة نسبيا كانت بتخرج. كان في ناحية كلها ضرب نار، البرتغال وأسبانيا وفرنسا كانوا كلهم في ناحية واحدة، ففضلوا يطحنوا في بعض. البرتغال كسبت كرواتيا في دور ال 32 وبعدها صعدت دور ال 16 عشان تلعب ضد اسبانيا، وللاسف وتخرج من البطوله بدري. كان نفسي بصراحه البرتغال توصل لحته ابعد من كده، بس ده اللي حصل. منتخب كله مستسلكين للباسهم حرفيا بجنيه، وممكن نعمل عنهم فيديو قدام. اتاكد ان انت عامل اشتراك
عشان الفيديو ده ما يفوتكش. بعد ما أسبانيا طلعت البرتغال بتطلع بلجيكا، وبعدها فرنسا وبتشق طريقها للنهائي. وعلى الناحية التانية طرف النهائي كان منتخب الأرجنتين اللي بيصعد من مجموعته كأول مجموعة، وبيلعب في دور 32 منتخب كيب فيردي. كان ماتش جامد فشخ بصراحة. لو ممكن تقدر تشوف أي ماتش في كأس العالم أنصحك إنك تشوف الماتش ده، كان ماتش عالمي بجد. وبعدها قابلوا منتخب مصر في دور ال16، وللأسف مش عايز أفكر الناس باللي حصل. وبعدها في دور الثمانية سويسرا، وبعدها إنجلترا في نص النهائي، والنهائي قدام أسبانيا. هنتكلم عن النهائي بعدين. وكمان شفنا أداءات قوية جدا من اللاعبين. صراع الهداف كان بجد حاجة جميلة جدا بين ميسي ومبابي وهالاند، وجود بلينجهام وهاري كين من تحتيهم. بس في الآخر حسمها مبابي ب10 أهداف، ومن بعديه ميسي. وماتش التالت والرابع كان بين إنجلترا وفرنسا، معركة أبو قير البحرية، خلص 6-4. كان حفلة أجوان ما شاء الله. ونوصل لماتش النهائي، ماتش الختام بتاع كأس العالم، ماتش ختام كل الماتشات الجميلة اللي احنا شفناها، ختام شهر عشناه مع كأس العالم. الماتش كان بين اسبانيا والارجنتين. الماتش بصراحة ما كانش قد التوقعات. احنا كنا متوقعين جيم مفتوح من الفرقتين وهيكون فيه جوان كتيرة، بس ده ما حصلش. الشوط الاول اسبانيا ماسكة الكورة بالطول والعرض، الارجنتين ما عملتش هجمة واحدة اصلا في الشوط الاول. وندخل برضو الشوط الثاني، الحال كما هو عليه، اسبانيا مسيطرة، الارجنتين بتحاول تخطف بكام كورة، اي لاعب بيمسك كورة بيدور على ميسي. لامين يامال برضو عمل اداء كويس في الماتش ده. الارجنتين قعدت طول ال 90 دقيقة ما شطتش كورة على الجون، وده اول مرة تحصل في التاريخ ان منتخب بيلعب نهائي كاس العالم ما يشوطش شوطة واحدة على الجون. بصراحة الماتش ده لو انت مثلا بتتفرج عين مشجع ما بتشجعش اي فريق من الفرقتين هتحس ان هو ماتش ممل، بس هو كان ماتش تكتيكي جدا. المدربين هم اللي كانوا بيلعبوا بعض، وفي الاخر الماتش بيخلص 0-0. وبعدها بنروح للاكسترا تايم، وفران توريس هو اللي بيجيب جون المكسب لمنتخب اسبانيا. تعالوا نجاوب على سؤال حلقتنا، هو دي فعلا اسوأ نسخة في التاريخ ولا دي نسخة فعلا كويسة؟ من بعد بصراحة ما كأس العالم بدأ ما بقناش نسمع بقى عن سوء التنظيم والحاجات دي. كان ممكن الحاجات دي ناس كتير بتتكلم عليها وبتاع عشان لسه كأس العالم ما بدأش، فما فيش حاجة ناس تتكلم فيه. وبعدين أصلا كانت حاجة غريبة إن قبلها بأسبوعين 3 وكأس العالم ما كانش متصدر الترند العالمي، إن هو ما كانش في ناس كتير قوي بتتكلم عليه. كانوا بيتكلموا بس عن الأحداث اللي بتحصل دي، اللي هو سوء التنظيم مع المنتخبات. اللي هو منتخب إنجلترا العيال بتسرق لباس هاري كين وبيضرب بالبوكسر. كان من ناحية التنظيم في الحتة دي فما كانش قد كده، بس من ناحية المتعة والكورة اللي احنا شفناها فكان فعلا نسخة استثنائية من كأس العالم. أسوأ حاجة في كأس العالم دي إن هي مثلا بتيجي كل 4 سنين. عايزين حاجة زي كده الناس العالم كله بيتفرج عليها، العالم كله مهتم يشوف الماتشات دي. حتى لو منتخب فرقته مثلا مش بيلعب، عايزين نشوف كورة. هي دي الحاجة اللي احنا بنحبها، ملناش بقى في الهلس اللي بيحصل ده واللعيبة تحقق. الحاجات دي مش بتخصنا، يعني اللي يخصنا الكورة. وكأس العالم ده بصراحة قدم لنا الكورة اللي احنا مستنيينها. زي ما قلنا منتخبات ضعيفة عملت أداءات قوية، زي منتخب النرويج اللي قدر يخرج البرازيل اللي هي عندها أكبر عدد نسخ من كأس العالم، ومنتخب كاب فيردي اللي كان ممكن يطلع الأرجنتين عادي، ومنتخب مصر برضو اللي كان ممكن يطلع الأرجنتين من دور ال16. فكأس العالم بصراحة عمل اللي عليه، ده رأيي الشخصي، ودي كانت نسخة جميلة فعلا وأنا استمتعت بيها. لو أنت عندك نفس الرأي بتاعي شاركني فيه بالكومنتات. لو أنت عندك رأي تاني برضو شاركني فيه. اخترعوا خانة الكومنتات بسبب المواضيع دي. بس كده وصلنا كل جديد. ولو أنت بتتفرج لحد هنا يبقى أنت عاجبك الفيديو، ما تخرجش بقى من غير ما تعمل لايك واشتراك، وقول رأيك في الكومنت.